في البداية بس كده عشان نبقى واضحين، أنا مش جاي أزيط ولا أتكلم عن بيلا رمزي والحملة الكبيرة عليها والسخرية منها ومن شكلها، لكن كل حاجة هقولها هنا هتكون عن المسلسل ككل ودور كل شخصية في العته اللي حصل فيه، بما فيهم بيلا نفسها واللي خلى The Last of Us يبقى عامل كده زي لما حد يقول نكتة ويقعد يبني فيها بالتدريج وتشويق وإثارة وتحس إن عنده حاجة حلوة فعلا وقاعد مش على بعضك منتظر النهاية، ثم في الآخر تطلع نكتة بايخة واللي بيحكيها شخص سخيف بيشتغلك وعشمك على الفاضي بعد ما ضيع وقتك. أهو ده بالظبط المسلسل بين الموسمين الأول والتاني. عشان كده عايزين نتكلم عن شقين فيه أو جزئيتين من العمل كله، بين دور جول ونجاح الموسم الأول وليه كان شخصية عبقرية، والتاني عن بيلا وشخصية إيلي وليه كانوا سبب ضياع كل حاجة والشق البايخ من العمل كله، عشان نفهم أصلا ليه هم اختاروها وأساس الخلاف ده كله. اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف الكلام ده مع بعض. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. You keep going for family. That's about it. I saved her. I don't need your fucking help. I'm gonna be a dad. المسلسل من البداية خالص بيعمل حاجة مهمة قوي وأشبه كده بفيلم شندلرز ليست، بإنه يخليك تشوف لأي مدى العالم ده بائس ومظلم وقاسي ومفيش مكان فيه لأي حاجة كويسة ممكن حد يبقى لسه متمسك بيها، لأن مفيش أمل وكلنا رايحين في داهية خلاص. فهتلاقي حتة الطفلة اللي لابسة أحمر واللون الوحيد من الأبيض والأسود اللي الفيلم كله بيدور داخله وبيعكس قتامته والبؤس اللي هم فيه. فهنا برضه في الحلقة الأولى وأول مقابلة لينا مع عالم ما بعد النهاية بيكون طفل لابس برتقالي واقف وسط المدينة اللي كلها خراب ودمار، وهي دي الالوان الوحيده اللي موجوده، وسط برضه ظلام وقتامه مفيش مهرب منها، فقط عشان نكتشف انه مصاب بالفيروس والمحنه تغلبت عليه وقضت على الامل، وعشان كده بيموتوه قدامك على طول عشان بس تبقى معانا في الصوره وتفهم كويس ان العالم ده ما فيهوش رحمه ولا تسامح ولا في مكان للبراءه والاطفال، ولازم جول هو اللي يتخلص من الجثه في حين ان الباقيين رافضين يلمسوها لانهم لسه بيحاولوا يحتفظوا باللي تبقى من انسانيتهم بعد تقريبا 20 سنه ولا حاجه من الوباء والنهايه. ودي بدايه مفيش احسن منها وخير تقديم لجول بالنسبه للجمهور ما يعرفش اللعبه، لان الفكره فيه ان هو مش بطل تقليدي في عالم ما بعد النهايه ولا الشكل المعتاد بتاع اللي هو شخص صالح ومحترم بيحاول يحمي عيلته او عنده اللي يخسره في سبيل النجاه، لان ده بالفعل خسر كل حاجه وما هوش راجل محترم ولا شريف بالمعنى الحرفي زي ريك جرايمز مثلا في ذا واكينج ديد عشان يشوف نفسه مصلح في مجتمع مجنون او يحاول يغيره ويبقى رمز للامل زي ما قلنا قبل كده. لكن جول في الواقع لا يقل وحشيه ودمويه عن الاعداء اللي بيقابلهم او لسه هيقابلهم. So is that what I am? Am I the wrong people? Joel, Those things I did, tell me those things that you judge me for. I did those things to keep us alive. وبالتالي ملوش سلطة أخلاقية عليهم ولا بيحس بتفوق ممكن يمنحه تأييد مطلق من الجمهور، ودي سمة مميزة لشخصيته، إنه عايش على قد يومه ومش بيشغل دماغه بالتفكير فيما وصل إليه العالم ولا قد إيه الناس توحشت وبقت أخطر من الزومبي. بالعكس، ده الخيط الوحيد بينه وبين الواقع، إنه أصبح جزء منه مش منفصل عنه زي ريك وتايه بين محاولة الموازنة بين قيمه وعقله وجنون المجتمع والفوضى من حواليه، لأن برضه ما تنساش إنه ما بقاش شاب في مقتبل العمر ولا عنده من الصحة والعزيمة ورغبة في الحياة زي الأول، لكنه رجل في منتصف الخمسينات غاب عنه القسم الأفضل من حياته واللي هو شافه من الدنيا قبل وبعد الوباء، واللي هو يعني حاله ما كانش أحسن بكتير بيخليه أعلم بحاله وطبيعة البشر، وبقى عنده زي مناعة كده بتخليه بارد وثابت قدام وحشية الناس ومصائب العالم ده، ولذلك هو هنا مش بطل ولا خارق ولا المهدي المنتظر اللي هينقذ البشرية، لكنه مجرد شخص عادي لا أزيد ولا أقل، ضعيف وعاجز ومريض وحيران، لا كان ضابط ولا محامي ولا دكتور ولا شخص قيادي قبل النهاية عشان الناس بعد كده تحتفي بيه وتنتظر القيادة والحكمة منه، لكن بمنتهى البساطة عنده هدف واحد واضح لا يقبل النقاش، إنه بيدور على أخوه وهيوصل له بأي تمن مهما كان. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? I mean, you gotta try, right? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. That's about it. لأن ده آخر حاجة باقية ليه ومن غيرها مفيش هدف لوجوده، لأن زي ما بقولك كده هو مش مهتم أصلا، حتى لو كان جزء بداخله مدرك إن البحث عن أخوه ما هو إلا وهم عشان بس يخرج بيه من صحراء التفكير والقلق وفقدان الرغبة في النجاة أحسن ما يقوم يموت نفسه. وده اللي بيتغير بعد مقابلة إيلي وارتباطه بيها، فبتتحول رحلته بالتدريج وتبقى عن الخلاص من اللي اضطر يعمله في البداية من أجل النجاة. This is your chance. You get her there. You keep her alive. And you set everything right.
فتوصيل إيلي بيمنحه الفرصة يمكن الأخيرة في تحقيق ده أو حتى جزء بسيط منه. فبينما هو بالفعل فقد الأمل في العالم، بس لازم يحاول ولو على حساب حياته اللي هي أصلا ملهاش قيمة عنده، طالما لقى هدف يدي معنى لكل ده، وممكن من خلاله يعمل زي إنقاذ رمزي كده لبنته اللي فشل في حمايتها في البداية خالص. وده الجزء الأول بشكل عام وحلاوته، وأصلا سبب نجاح المسلسل من البداية، عشان جول هو اللي شايله سواء كممثل أو كشخصية، ومعاه إيلي بتبدأ رحلة بطيئة بالتدريج عشان من جهة تخدم قصة جول، ومن جهة توصل قمتها هي كمان، والتغير اللي لسه المفروض هيجي قدام. ومنطقيا إنها بشكل أو بآخر بطلة ثانوية محتاجة وقت عشان تاخد البطولة الكاملة. ثم إيه اللي حصل؟ كل ده اتغير في الموسم الثاني بشكل عشوائي وبدون تخطيط حقيقي، وده جميل وزي الفل وممكن يعدي محدش ياخد باله. بس لو كانت بيلا كممثلة تقدر فعلا تشيل القصة مكانه، أو الصناع هيتعاملوا مع الشخصية بنفس الطريقة والاهتمام عشان تطلع بنفس الجودة بكل تعقيداتها ومشاكلها. طب الواقع كان إيه هنا في المسلسل؟ إن كل الخلاف والقلق والمشاكل عليها هي. محبي اللعبة شايفين إن المسلسل خان ودمر الشخصية، والجمهور التاني أغلبه مش طايق يشوفها، وبقت هي الجزء البايخ من النكتة. بس دي مش مفاجأة أصلا، وحاجة متوقعة لو تركز من البداية، لأن من أول ما أعلنوا إن بيلا رمزي هتعمل إيلي ورد الفعل كان تقريبا واحد، ومحدش عاجبه وفي جدل كبير جدا، واللي كان بالمناسبة دعاية مجانية ليهم، لأن غير كده ما كانش حد هيبقى مهتم بالعمل أصلا غير فانز اللعبة بس، ومش هيبقى فيه متابعة كبيرة للمسلسل بطبيعة الحال زي ما حصل مع ألعاب تانية كتير اتنقلت على الشاشة، وإلا هتحتاج مثلا نجم كبير زي هنري كافيل ولا حاجة عشان يشيل حتة الدعاية دي والناس تيجي عشانه. والمهم الدنيا مشيت والمسلسل نزل ونجح. هنا بقى كان في احتمال من اتنين، ان بيلا هتسكت الكل بشغلها وادائها والخلاف ينتهي للابد وما يبقاش في سبب ليه، او يزيد الجدل والمشاكل اكتر من الاول، وده اللي حصل فعلا لانها مش شبه الشخصيه في اللعبه. اشك بصراحه وده كلام ساذج، طب ما بيدرو باسكال يعتبر مش شبه جول هو كمان، وكان المفروض يبقى في اعتراض اكبر زي ممثلين هاري بوتر كده والاقليات وتغيير شكل الشخصيات ومش عارف ايه. انما ليه ما حدش بيتكلم عليه او شغالين بالهم؟ لانه ببساطه ممثل محترم وعمل الدور كويس زي ما قلنا. انما في حالتها هي، وخلينا نتكلم بدون تحيز، فعلى اقل تقدير هي ممثله متواضعه، ومش عيب ولا اهانه، لكن اعتقد واضح انها مش موهوبه كفايه لبطوله زي دي. ممكن مناسبه لحاجات تانية عايزه قدراتها دي، لكن هنا ادائها ضعيف ومبالغ فيه، بالذات مع التقدم في الاحداث وتطور جول وباقي الشخصيات عنها. وايلي تحسها في نفس المكان من البدايه، وبيلا بتلعبها بنفس الطريقه ونفس الرياكشنات والحركات، ولا كأن في سنين بتعدي والمفروض انها بتكبر في السن. فطبعا هيكون هنا السؤال، طب ايه اساس اختيارها للدور طالما مش الشبه ولا الموهبه ولا الاداء ولا اي حاجه؟ تبقى واخده الدور ده ليه؟ هم يعني في HBO مش عارفين او شايفين ده؟ لا طبعا شايفين، واعتقد ان هم قاصدين ده من البدايه، عشان زي ما بقول لك يبقى في كلام على المسلسل طول الوقت ويكون ترند، مش مهم سلبي او ايجابي، المهم الكل يتكلم عنه والناس تشوفه، ومش مهم هي ولا اللي هيحصل معاها بعد كده. وحمله التنمر والكراهيه الضخمه ضدها بشكل غير مسبوق، وعادي يضحوا بيها عشان نجاح العمل، او بمعنى اصح نجاحهم هم. وعشان كده هي نفسها كانت قفلت كل الاكونتات بتاعتها من البدايه، وبعدت عن الجدل وريحت دماغها. ويقال انها عملت كده تاني برضه دلوقتي، بالذات مع مشاكل الموسم الثاني، لان مش ممكن ولا منطقي انها ترفض دور زي ده حتى وهي عارفه ان كل ده هيحصل، لان عمرها ما هتلاقي زيه تاني، ولو ضيعت الفرصه دي هتقضي على مسيرتها اللي ما كانتش اصلا باحسن حال ولا حد بيسمع عنها من بعد دورها الصغير في جيم اوف ثرونز، ومحدش هيشتغل معاها او يثق فيها تاني من داخل الصناعه. وممكن تلاحظ بسهوله ان المسلسل بينجح اكتر مع كل مره يبدا التنمر والتريقه عليها، وبتزيد مشاهداته عشان يشتموا فيها، واللي ليه واللي مالوش بيدخل على الخط. وبدل ما الناس كانت بتشوف المسلسل عشان مثلا مهتمين بالقصه او اللعبه، او حتى لانه ناجح وتقييماته عاليه، بقوا يتابعوا الحلقات عشان يضحكوا عليها. بس في كل الحالات وايا كان السبب، المسلسل بيتشاف وبينجح ودايما على قائمه اعلى المشاهدات. وده زاد برضه مع ظهور كيتلين ديفر بدور ابي، اللي الشبه واضح قوي مع شخصيه ايلي الاصليه، وكانت اساسا المرشحه الرئيسيه للبطوله من الاول، وناس كتير وكل الفان كاستنج كانوا عايزينها من قبل ما يبدا الشغل على المسلسل. Caitlin just jumped right out to us, in part because she had this great history with The Last of Us and Neil Druckmann. She was many years ago going to play Ellie in the movie version of The Last of Us when she was obviously much younger and she could play a 14-year-old. So she was part of the family in a weird way. She's a huge fan of the games. She plays them with her dad. ودي بقى مش واحده ما عملتش غير دور واحد في حياتها وعلى قدها، لكن ممثله محترمه وخبره وشالت مسلسلات لوحدها قبل كده، يعني بتجمع بين الشبه والموهبه والاداء والخبره وكل حاجه افتقدتها بيلا رمزي، واحتاجتها شخصيه إيلي عشان تنجح. طب ايه اللي حصل؟ الصناع كبروا دماغهم بعيد عنها لصالح بيلا بلا سبب واضح تقريبا، وبعدين جت من جديد يمكن صدفه انها تاخد دور تاني، او عادي بتحصل ان ممثل يتقدم لدور ويلعب واحد مختلف في النهايه، او الاقرب ان ده برضه
مقصود عشان يزيد الهجوم والاعتراض ويستفزوا جمهور اللعبة عشان يعمل ترند جديد ويوفروا ليهم سبب للكلام عن المسلسل. واخد بالك من النمط ده؟ ممكن يكون اوفر ريتشنج زي ما بيقولوا، او ان الموضوع ابسط من كده بكتير ومش حملة منظمة من الصناع ولا حاجة. كل حاجة ممكنة طبعا، بس عن نفسي مش شايف اي سبب منطقي ان بيلا تاخد البطولة غير كده. حتى الكلام عن قوس قزح والتوجهات والاجندات برضه مش مقنع، واي ممثلة ما كانتش هتعترض يعني. ومش منطقي برضه منتجين وشركة كبيرة تغامر بكل ده عشان اجندة هم غالبا مش مقتنعين بيها، بس بيدعموها منظر بلا هدف عشان ده المطلوب منهم. واتش بي او بالذات عملت حاجات زي دي كتير ونجحت فيها، وكانت مسلسلات محترمة بكل الاجندات اللي فيها. حتى الحلقة الثالثة عدت عشان كان الباقي حلو، والاحداث شيقة فعلا وتستحق المتابعة رغم ان ما كانش ليها لازمة ولا حد مهتم. والاهم ان وقتها ما كانش حد بيتكلم عن توجهات الممثلة او مهتم بيها، لانه ببساطة لا سبب ايجابي او سلبي لصالحها في النقطة دي. والكلام ما بدأش غير مع عك الموسم الثاني لما الموضوع زاد عن حده وبقى المسلسل كله عبارة عن هجص وعرض بروباجندا بطريقة فشلت قبل كده اساسا في كل اعمال ديزني الاخيرة. لان اثارة الجدل لما بتزيد عن حدها بتفسد كل حاجة معاها، وما ينفعش كل همك يكون انك تعرض توجهاتك بس حتى من غير ما تبذل مجهود عشان تغلفها بشكل كويس تخلي اللي مش متفق معاها يعديها او يتعامل معاها كتمن لازم يدفعه في مقابل انك بتقدم له حاجة كويسة بشكل عام. وفي النهاية هل الجمهور بيتحامل على بيلا رمزي؟ الحقيقة وبكل صراحة واللي بيحصل معاها ده غلط على اقل تقدير، لانها مش السبب الحقيقي في ضياع العمل كله لكن مجرد وجه من اعراض سقوطه. ولو ركزت هتلاقي كل حاجة دون المستوى في الموسم الثاني، من كتابة لشخصيات لتمثيل واحداث ملهاش لازمة وحشو شغال بلا هدف، في حين انهم بيبعدوا عن الغرض الاساسي للعالم والقصة كلها، وحلقات اقل بلا تفسير تقريبا، وتحضير لموسم ثالث معرفش مين لسه عنده استعداد يضيع وقته معاه. فيبقى ايه الهدف؟